بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعال النهاردة اما نعمل طاجن الرز المعمر الجميل ده، ما شاء الله يطلع معاكم جميل. لو عندك طاجن قوم اعملي يلا 4 كوبايات رز. اعملي 4 كوبايات رز هيطلع معاكي جميل ما شاء الله، رز مفلفل وجميل وفي نفس الوقت رز زي مستويه وحلوه ما شاء الله، تعجبكم بالطريقه دي. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعالوا، انا عارفه الطاجن بتاعي ده بياخد ايه 4 كوبايات رز، 4 كوبايات رز يا جماعه. بتغسلوا الرز ومش بتنقعي في الميه خلاص. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف الطاجن ده. انت بقى عارفه الطاجن بتاعك بياخد 4 كوبايات 3 كوبايات الموجود، عشان خاطر ايه؟ بنسيب حوالي عقله صباع كده او عقلتين اتنين عشان اللبن يا جماعه. خلاص. انا غسلت الرز بتاعي وصفيته ونزلته في الطاجن زي ما انتوا عارفين ان انا عارفه معياره. بعد كده انا الصراحه كان هوريكم دلوقتي يعني البطرمان بتاع السمنه خلص بصراحه، انا كنت عامله قبل كده وما شاء الله يعني ايه، لان هو بيحب السمنه البلدي. طلعت زبده من التلاجة اللي هو وش اللبن ده، القشطه اللي بتعمل بقى ايه السمنه البلدي. اخدت ما شاء الله 3 معالق كبار كده، وكان عندي ايه معلقه ونص سمن. خلاص. غلفنا الرزيه بتاعتنا بالزبد بالقشطه وبالسمنه، ونزلت معلقتين زيت اللي انتوا شفتهم، لازم 3 4 معالق زيت عشان الرزيه تبقى ايه بتلمع كده ولها لمعه وحلوه يا جماعه. خلاص. بعد كده هنغلف زي ما انتم شايفين، نزل بنغلفها اهوت عشان خاطر ايه الرزايه لما تنزلي عليها اللبن تشرب وتبقى ما تلزقش في الطاجن، وتبقى طالعه مفلفله وحلوه زي ما انتوا هتشوفوا معايا. خلاص. غلفنا الرز بالسمنه والقشطه وال4 معالق زيت، وبعد كده نزلنا بالملح. خلي بالكم ان الرز المعمر مش بياخد ملح كتير يا جماعه، بيبقى ملحه قليل عشان ايه بصراحه لو حدق بيبقى يعني طعمه مش قد كده. احنا بنعمله بين ايه بين يعني هو اولا مش مسكر بس مش بنكتر الملح برضه. انا عموما يعني كائن ان انا يعني احب الرز المعمر ما احبوش حادق. خلاص. عيار في الملح بيبقى بسيط جدا. يعني لو تحطي معلقه كبيره انا بحط 3 ارباع، لو حد بيحط معلقه ونص انا بحط معلقه واحده بس. خلاص. بعد كده اللبن اللي عندي حوالي ايه يعني، شوف الرز بتاعك ايه، ما انا بقول لك او شوف البرطمان كان فضه، حتى بوريه لكم كان لسه فيه زي البتاع اللي هي بتبقى اللي هي بتبقى في يعني في قاع الارضيه البتاع ما بنيجي نعمل السمنه البلدي، بيبقى فيها اللي هو بيسموها العجوزه او حاجه كده بيسموها ايه المرته يا جماعه. ماشي. فقلت بقى هلم اللي في الباقي البطرمان، هي ايه هيعمل كده نقط سودا لان كان محروقه من جنب كده. خلاص. ايه رايكم بقى في الطبق الجميل ده، في الطاجن الجميل الحلو ده؟ وبصراحه والله العظيم هيتاكل حاف يا جماعه. الرز ده بيتاكل مع كل حاجه، مع فراخ مع لحمه مع بطاطس وبيض مع اي حاجه. بيتاكل لوحده مع اي حاجه بتاكليه جميله قوي. وهتنسونا في اللايكات الجميله والكومنتات الحلوه. واللي لسه شايف القناه بتاعتي دلوقتي وما اشتركش يا ريت يشترك، دايما اشتراككم بيسعدني وبيفرحني. اتفاعلوا مع الفيديو يا جماعه عشان يتحسب لي مشاهدات بالله عليكم، لان الفيديو يستاهل بصراحه. حطوا لايكات كده والمشاهدات بتاعتكم. يا رب اشوفكم دايما على خير، مع الف سلامه.